خلاص يلا. تمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يواصل شيخنا عثمان السالمي حفظه الله تعالى التعليقات على كتاب السير الحديث شرح اختصار علوم الحديث، وقد وقفنا في النوع 45 في رواية الأبناء عن الآباء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذلك كثير جدا. وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثير أيضا، ولكنها دون الأول، وهذا كعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا هو الصواب لا ما عداه. ومثل بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده معاوية. ومثل طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده وهو عمرو بن كعب، وقيل كعب بن عمرو. واستقصاء ذلك يطول، وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوائلي كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة. وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه وأكثر من ذلك، ولكنه قليل وقل ما يصح منه، والله أعلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذه المسألة رواية الآباء عن الآباء، رواية الأبناء عن الآباء، هذا كثير كما سمعتم. وقد يروي ابن الابن عن جده، وهذا أيضا حاصل. ومثل برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فالمراد بجده بجد شعيب وهو عبد الله بن عمرو، لا جد عمرو ابن شعيب. طيب. وشيخنا الوادعي رحمه الله تعالى قد نقل أن هذه السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني قد وثقها أو استحسنها بعض أهل العلم. طيب. ومنهم الإمام يعني الذهبي وإن كان متأخرا. أما يحيى بن معين فكان يقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كتاب، وقيل تصحف كتاب إلى كذاب، وهذا يعني خطأ الشيخ نبه عليه من أجل لا يغتر يعني شخص بهذه اللفظة في بعض الكتب ويقول قد قال يحيى بن معين كذاب، وإنما هو يحيى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيفة، يعني كتاب بمعنى، لكن قد قبلها بعض أهل العلم فالحمد لله. وقيل قد سمع منه مباشرة، شعيب قد سمع من عبد الله بن عمرو مباشرة. طيب، بارك فيكم. ومسألة إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب فهنا يكون الحديث حسنا بسبب عمرو بن شعيب. طيب. بهز بن حكيم عن أبيه وهو حكيم عن جده معاوية بن حيدة، وبهز بن حكيم هو يحسن حديثه كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي في الميزان، والله المستعان. فهذه سلاسل حسنة. مسألة الذي هو طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، قال شيخنا وأعتقد أن هذه الطريق متكلم فيها. طيب.
متكلم فيها. يقول طلحة ابن مصرف عن أبي عن جده. من هو أبو طلحة؟ طيب، أما طلحة فهو اليامي معروف، لكن الذي أعرفه من قبل أن والده لا يعرف، يعني مصرف، طلحة بن مصرف عن أبي عن جده. طيب، هنا يقول هذه السلسلة يعني كأنها فيها نكارة. قال أبو داود المعلق يقول قال أبو داود فحدث به يحيى. هذا الحديث عند أبي داود من طريق طلحة بن مصرف عن أبي عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفا. قال مسدد مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه. قال أبو داود قال مسدد فحدثت به يحيى فأنكره. قال أبو داود وسمعت أحمد يقول إن ابن عيينة زعموا أنه كان ينكر ويقول إيش هذا طلحة عن أبي عن جده. قال المعلق قلت معناه يعني ليس هذا السند أو هذه السلسلة بذاك، فهل مثل هذا يذكر ويروى به؟ أي فليس بذلك كعمرو بن شعيب عن أبي عن جده، يعني طلحة بن مصرف هذا روايته يعني لا يعتمد عليها، الله المستعان. إذا طلحة بن مصرف إذا جاء بهذه السلسلة يتوقف فيها، ممكن تصلح في الشواهد والمتابعات، والله المستعان. كذلك من يقول عن أبيه عن أبي عن أبي مثل سلسلة العوفيين عن ابن عباس هذا، لكن العوفيون سلسلة ضعيفة. والشيخ يقول رحمه الله ربما كان في سند هذه السلسلة ضعف، وما أكثر ما يمر بي من العلويين عن أبيه وفي هذا يفتخرون، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول نحن نقول حدثني أبي عن أبيه عن جده، وأنتم تحدثون عن فلان وعن فلان، يعني إنهم يعني يفتخرون بآبائهم. أما المحدثون الآخرون فإنهم يقولون كأنهم يقولون أنتم تحدثون حدثنا مثلا البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر. فعلى كل هذا لا يلتفت إليه. تفضل. نعم شيخنا جزاكم الله خير. شيخنا الشيخ مقبل هل يرى بضعفها هذه الصحيفة، صحيفة عمرو بن شعيب؟ لا، الشيخ كان يحسنها، كان يعتمد، لكنه لم يذكرها في الصحيح المسند للخلاف بين من أجل عمرو، والخلاف أيضا من جده، هل هو جد محمد يعني جد عمرو ابن شعيب الذي هو محمد بن عبد الله ابن عمرو بن العاص. محمد هذا يعني ليس هو صحابي، سيكون الحديث منقطعا مرسلا، لكن الصحيح أنه عبد الله بن عمرو. فالشيخ لم يذكر بهز بن حكيم عن أبي عن جده أيضا لأنه لم يوثق توثيقا نصيا، الله المستعان. أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى النوع 46 في معرفة رواية السابق واللاحق. نعم، وقد أفرد له الخطيب كتابا، وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر، ثم يروي عن المروي عنه متأخر، كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس، وقد توفي الزهري سنة 24 و100. وممن روى عن مالك زكريا ابن دويد الكندي
وكانت وفاته بعد وفاة الزهري ب137 سنة أو أكثر، قاله ابن الصلاح. وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج، وروى عن السراج أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما وبين وفاتيهما 137 سنة. فإن البخاري توفي سنة 56 و200، وتوفي الخفاف سنة 4 أو 95 و300. كذا قال ابن الصلاح. قلت: وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين، وليس من المهمات فيه. نعم. نعم. هذه المسألة، مسألة رواية معرفة رواية السابق واللاحق، هي كما يقال مسألة فيها كالفكاهة، يعني ليست من المسائل التي هي من الضروريات، إلا أنه يستفاد أنه ماذا؟ ربما يقال إن هذا الإسناد ربما فيه انقطاع أو فيه يعني تحريف، لكن لما يعرف هؤلاء هذه الأمور قد ضبطها العلماء في كتبهم، والحمد لله، في كتب التراجم. انظر الخطيب رحمه الله، له كتاب في هذا. الخطيب هذا آية في باب علم المصطلح، فكثير من المسائل له كتب فيها رحمه الله. طيب، ذكر هنا أمثلة بين السابق واللاحق. قال شيخنا: وغالب هذا من الأحاديث الضعيفة بأسانيد ضعيفة، السابق واللاحق، أن يكون الشيخ صغيرا فيروي عن شيخ كبير، بل يروي عنه شيخ كبير، ثم يتعمر الشيخ هذا الذي هو الصغير، ويروي عنه شخص آخر، ويكون بين رواية الاثنين، يعني بين تلميذه المتقدم وتلميذه المتأخر، قدر 80 سنة، قدر 100 سنة أو نحو ذلك، وهذا معنى السابق واللاحق. طيب، أن يروي. طيب، قال شيخ صغير، أيضا هذا من الأمثلة، روى عنه راو ثم تعمر الشيخ، هذا الذي هو الشيخ الصغير، شيخ صغير روى عنه شخص كبير مثلا، فمات هذا الكبير كما فعل الزهري كان كبير السن، يروي عن تلميذه مالك. طيب، مالك أيضا تعمر طويلا بعدما روى عنه من؟ الزهري، مات أنه كان كبير السن، ثم الزهري توفي ومالك تعمر يعني طويلا لا بأس، فلحق مالكا زكريا ابن دويد الكندي. هذا الشخص الشيخ كأنه يقول إنه ضعيف جدا، لكن يمثل له براو آخر، أو المعلق يقول إن هذا يعني رجل كان يكذب، والله المستعان. لكن مثل هذا يعني ماذا نقول؟ الأفضل أنه يمثل بغيره، ولكن المقصود هو التمثيل، لا مسألة أنه ثقة أو غير ثقة. لكن يقول هنا: والصواب، هذا المعلق، أن آخر أصحاب مالك أحمد بن إسماعيل السهمي، كما قاله المزي
وكانت وفاة السهم سنة 59 و200، فيكون بينه وبين وفاة الزهري 135 سنة. انتهى من التبصرة، والله المستعان. طيب، يعني أحمد بن إسماعيل هذا ليس كذابا مثل زكريا بن دويد، لذلك التمثيل به أولى، لأن ذا قد يكذب، والله المستعان. والبخاري كما سمعت يروي عن تلميذه، وهذا من تواضع البخاري أن يروي عن من دونه لكي لا يذهب العلم، وهذا من تواضع من البخاري رحمه الله. وأيضا وكيع يقول: لا ينبل الشخص حتى يأخذ العلم ممن فوقه وممن هو مساوي له وممن دونه. فالمتعلم ينبغي أن يتواضع، أو العالم إذا رأى فائدة يأخذها ممن دونه. ورحم الله شيخنا الوادعي في كتابه العلل، الذي هو ظاهرها الصحة وهي معلة، أحاديث معلة ظاهرها الصحة وهي معلة. بعض الأحيان يقول: وقد أفادني بهذه العلة بهذا أخونا فلان، وهو من تلاميذه، وربما لكنه يرى أن هذا البحث بدأ به تلميذه، فما يريد أن يهضمه حقه فينسب الفائدة إليه، مع أن الشيخ نظر في الكتب ونظر في الرجال فوجد العلة صحيحة، فلذلك يشكر للتلميذ. وقد مر بأكثر من حديث، أنا أقرأ أو أعلق على هذا الكتاب، وما شاء الله، والشيخ يتواضع ويقول: قد أفادني بهذا الأخ أحمد بن سعيد الحجري، أفادني بهذا الأخ علي الرازحي فلان. وهكذا في كتبه الأخرى إذا أفاده شخص بحديث معل أو فائدة علمية أخرى كثيرا ما ينسبها إليهم رحمه الله. فينبغي أن يكون طالب العلم ما يجحد أو يغطي يعني فوائد أصحابه، ولا يقال إن هذا نقص في حق الشيخ، كيف ينزل ويأخذ الفوائد من تلاميذه أو ممن هو دونه. هذا لا ينبغي للشخص أن يظن بالعلماء هكذا، بل يشكر لهم ويقول: هذه في الحقيقة من تواضعهم. نعم. أحسن الله إليك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع 47، معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعي وغيره. ولمسلم بن حجاج مصنف في ذلك. تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة، ومنهم عامر بن شهر وعروة بن مدرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري. وقد قيل إنهما واحد، والصحيح أنهما اثنان، ووهب بن خنشب ووهب بن خنبش، ويقال هارم بن خنبش أيضا، والله أعلم. وتفرد سعيد بن المسيب بن حزن برواية عن أبيه، وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه، وكذلك شتير بن شكل بن حميد عن أبيه، وعبد الرحمن بن أبي ديلى عن أبيه، وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه، وعن دكين بن سعد المزني، وصنابح ابن الأعسري، ومرداس بن مالك الأسلمي. قال هنا هؤلاء هنا قالوا عن دكين بن سعيد، إنه تصحيف عندك. يقول نعم. ماذا قلت شيخنا؟ أنت قلت سعد. الله المستعان. نعم، جزاكم الله خير. عن دكين بن سعد. سعيد
سعيد. طيب، لأن هذا يقول تصحيف. نعم. تصحيف. تصحيف، جزاك الله خير، عدلتها شيخ، لعلها سقطت الياء هنا من الطابع في الطباعة. وعن دكين بن سعيد المزني وصنابح بن الأعسري ومرداس بن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابة. نعم. طيب، بارك فيكم. هذه المسألة مسألة من روى عنه راو واحد، إذا كان السند قد صح إلى هذا التابعي وقال إن هذا صحابي، قبل أن هذا من الصحابة. والصحابة لا يهمنا روى عنه واحد أو أكثر، الصحابة كلهم عدول. ولكن الذين رووا عنهم جماعات، هذا يدل على أن علمهم أكثر وأحاديثهم أشهر. وعلى كل حال الصحابة لا يضر روى عنه واحد أو أكثر، هو يعني من العدول والثقات. لكن الذين هم دون ذلك من التابعين وتابع التابعين، إذا لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر، فهذا يكون من المجاهيل وروايته مطروحة. قد تصلح في الشواهد والمتابعات إذا كان من التابع مثلا، وإلا فإذا كان مجهول عين يتوقف فيها، والله المستعان، إلا إذا كثرت الطرق فذاك. الشيخ رحمه الله يقول: هؤلاء الصحابة الذين تفرد عنهم الشعبي، قال: أحاديث هؤلاء كلهم الذين ذكروا موجودون في الإلزامات، يعني للحافظ الدارقطني، لأن أحاديثهم إما أن تكون صحيحة وهما لم يخرج، وهو أي البخاري ومسلم، وهما لم يخرجاها فيلزمهما، وإما أن تكون قد أخرجاها فيحتج عليهما بهذه الأحاديث التي أخرجاها: لما أخرجتم لسعيد بن المسيب بن حزن عن أبيه وأنتم تتركون رواية عامر الشعبي عن عامر بن شهر، يقول هكذا. كذلك مرداس بن مالك الأسلمي أخرج له البخاري حديثه وهو يقول: لما أخرجت حديثه ولم يروي عنه إلا قيس بن أبي حازم. ولكن الصحيح أنه لا يلزم البخاري ومسلما أن يخرج جميع ما صح، لكن هذا يدل على أن يعني الحديث صحيح عند الدارقطني، وكان ينبغي أن يخرج هذه الأحاديث الشيخان، والله المستعان. نعم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وقد ادعى الحاكم في الإكليل أن البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل. قال: وقد أنكر ذلك عليه، ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه، ولم يروي عنه غيره في وفاة أبي طالب. وروى البخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث: يذهب الصالحون الأول فالأول، وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب، ولم يروي عنه غيره، وحديث: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. وروى مسلم حديث الأغر المزني: إنه ليغان على قلبي، ولم يروي عنه غير أبي بردة. وحديث رفاعة بن عمرو: ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت. وحديث أبي رفاعة: ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي، وغير ذلك عندهما. نعم. طيب، بارك فيك. وفي السامعين يقول: ادعى الحاكم أن البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحهما شيئا من هذا القبيل، يعني إذا لم يروي عن هذا الصحابي إلا راو واحد من التابعين،
فالبخاري لم يقبل أحاديث هؤلاء الصحابة، وهذا سبحان الله غفلة من الحاكم أو سهو. المهم قد رد عليه بأحاديث كثيرة، بعضها في الصحيحين وبعضها في البخاري وبعضها في مسلم، ولم يروي عن ذلك الصحابي إلا واحد. فعلى كل قول الحاكم غير صحيح أن البخاري ومسلما لم يخرجا، إنما الرواه ممكن لو قال الرواه، إلا أن إذا وجد فهو قليل أيضا في الرواه من التابعين وتابع التابعين، يعني يكون ما يروي عنه إلا واحد، هذا حاصل، لكنه قليل أيضا في الصحيحين. ورجال الصحيحين غالبا أنهم موثقون، وغالبا أن الرواة عنهم يعني يكونون 3 4 فأكثر، والله المستعان. نعم. حديث إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، هذا تمام الحديث عند مسلم، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم قال ابن الصلاح: وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه. قلت: وأما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ في ذلك خلاف مشهور. ثالثها إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل، وإلا فلا. وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابي، لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم، فلا يصح من استدرك به الشيخ أبو عمرو رحمه الله، لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة والله أعلم. أما التابعون فقد تفرد فيما نعلم حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديث: أما تكون الزكاة إلا في اللبة، فقال: أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. نعم. باقي شوي. نعم. ويقال إن الزهري تفرد عن 22 تابعيا، وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. وقال الحاكم: وقد تفرد مالك عن زهاء 10 من الشيوخ المدينة لم يروا عنهم غيره. طيب، بارك فيكم. التابعيون أيضا بعضهم لم يروي عنه إلا راو، وذكروا عن مالك، لكن هذا الراوي إذا وثق، روى عنه شخص واحد ووثق، فهو مقبول، حديثه يصحح أو يحسن. مسألة إذا كان الراوي هذا لا يروي إلا عن ثقة، فماذا؟ فهل يقبل؟ قالوا مالك رحمه الله هو الذي اشترط، وقبل العلماء مشايخه وإن لم ينص أحد على توثيقهم إلا 3 منهم عبد الكريم بن أبي المخارق، قال مالك: غرني بعبادته، وعاصم العمري وآخر، والباقون كانوا يقبلونهم. أما الرجل إذا روى عنه شخص ولم يوثقه معتبر، حتى لو كان الراوي عنه ثقة، ولو اشترط، حتى قد قالوا إن
البخاري وهكذا مسلم وهكذا يعني أو أحمد وشعبة. شعبة يقول لو لم أروي إلا عن ثقة ما رويت إلا عن 30 أو قال عن 3. فعلى كل حال فلا بد أن ينظر في المشايخ كلهم. لكن إذا لم يوثق هذا الرجل الذي روى عنه إمام وثقة يصلح في الشواهد والمتابعات ما دام أنه لم يروي عنه إلا شخص ثقة ولم يوثق، فنبقى على القاعدة هذا يكون مجهول عين، وما دام أن الراوي عنه إمام فمن قبله في المتابعات والشواهد لا بأس، وإلا يتوقف فيه. وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. يقول الشيخ قولهم إلا الإمام مالك ملتزم بألا يروي إلا عن ثقة ملتزم بهذا، وهو أحسن من وفى بما التزم واشترط. لكن مع هذا لا بد من البحث عن ذلك الراوي وثق أم لم يوثق، لأننا نخشى أن يكون كعبد الكريم بن أبي المخارق. طيب يعني تنظر في مشايخ أحمد، في مشايخ يعني البخاري قد يروي عن ضعيف وينتقي أحاديثه مثلا، كذا مسلم وهكذا غيرهم من الأئمة، الله المستعان. أما حديث هذا الشيخ يقول أما تكون الزكاة إلا في اللبة، يقول نسبه أي صاحب المنتقى لأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ونقل في تهذيب التهذيب عن البخاري قال في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر. الحديث ينظر فيه يعني. أبو العشرة هذا مجهول، يعني لم يروي عنه إلا حماد بن سلمة، ومع هذا ما وثق فهو مجهول عين يعني. قال عنه الحافظ أعرابي مجهول، انظر التقريب يعني. فالحديث على هذا ضعيف. لكن مسألة إذا طعن الشخص في فخذ الشاه أو الناقة وماتت وقد سمى، إذا كانت قد شردت فلا بأس. أما أنه يطعنها في بطنها أو يطعنها في أي مكان آخر دون اللبة ودون الحلق، هذا ما يجوز، والله المستعان. لا بد أن تذبح في المكان المعلوم. الزهري رحمه الله لسعة علمه روى يقول عن نيف 20 تابعيا، يعني أكثر من 20 تابعيا، ولم يروي عنهم غيره. لكن مسألة إذا لم يوثقوا، من وثق فالحمد لله قبل، ومن لم يوثق لا يقبل. فهمنا؟ هذا هو الخلاصة. يقول الشيخ وكذلك أيضا إذا أي راو ما روى عنه إلا راو واحد ولم يوثقه معتبر، فهو يعتبر مجهول عين. ومجهول العين عند الشيخ لا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات. أما الدارقطني فقد يقبله في الاعتبار في المتابعات يعني والشواهد، وينظر إلى الحديث نفسه، هل للحديث طرق كثيرة؟ هذا من باب الاستئناس. لكن مسألة لم يأتي إلا من طريق ضعيفة ومن طريق هذا المجهول مجهول عين، ما تطمئن النفس إلى تحسينه، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم. جزاكم الله خير شيخنا على ما قدمتموه، وبارك الله فيكم وأحسن إليكم. إياكم اللهم آمين، وإليكم أحسن. السلام عليكم ورحمة الله.